عاوزة أقولك لو عندك كوباية فاصوليا بيضة وكمان عندك قطعة جبنة قريش وكمان عندك بيضاية، هنعمل ايه؟ هنعمل وصفة حكاية. أيوة، وصفة حكاية. هنعمل ايه؟ هنعمل أجمل خبز صحي جميل جدا لمرضى السكر، جميل جدا للي بيعملوا دايت وعاوزين يخسوا. خبز صحي للي عاوز غذاء صحي متكامل. يعني يعتبر وجبة كاملة أصلا. النهاردة هنعمل الخبز الصحي ده بديل الدقيق. اللي عاوز زي ما قلنا غذاء صحي لمريض السكر هنعمله في دقايق بالظبط. تعالوا بس الأول نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف هنعمل ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على النبي حبايبي. طيب، اول حاجه غسلنا الفاصوليا كده كوبايه زي ما قلنا، وهنبتدي ان احنا ننقعها. هننقعها طبعا يفضل من بالليل، تمام كده. وانتي نقعها كده حاولي ان انتي تغيري الميه كذا مره. كده بعد ما نقعناها بقت بالشكل ده، طبعا تحسيها ان هي بقت مسلوقه، حجمها اتضاعف كده ونفشت وخلاص كده تمام قوي. طب نصفي الميه بقى ونجيب الخلاط بتاعنا. هنبتدي نحط الفاصوليا في قلب الخلاط، تمام. وبعد كده هنجيب قطعة الجبنة القريش، هنحط الأول كوباية مية وقطعة الجبنة القريش وكمان هنحط بيضاية، وهنبتدي نضرب كل ده مع بعض. عملنا قبل كده خبز صحي بالعدس ومكملين مع بعض وصفات صحية كتير يا جماعة. عاوزة أقولك أصلا الخبز ده مش بس للي مريض السكر أو للي بيعمل دايت، لا ده خبز صحي جدا لأولادك. حاولي تحببي ولادك فيه. ده يعتبر أصلا وجبة صحية متكاملة، يعني لو كلتيه كده بدون أي حاجة كفاية قوي. في بروتين زي ما انتوا شايفين كده. طب هنحط ايه الأول قبل ما انسى؟ حبة ملح، حبة البركة، هنحط زعتر، هنحط حبة سمسم. طبعا تقدري تحطي اي حبوب انت حباه، حب الرشاد، بذر الكتان، اللي انت عاوزاه حطيه. تمام. اهو زي ما انتوا شايفين بقى بالشكل ده. طب قبل ما نبتدي ان احنا نسوي الخبز ده لازم نسيبه يرتاح مش اقل من نص ساعة، ده ضروري جدا يا جماعة. تمام. شايفين القوام بتاعه؟ تعالوا بقى على البوتاجاز، قطعة منديل مطبخ كده ومدهونة زيت خفيف، وبنبتدي نمسح الطاسة بتاعتنا. طبعا طاسة تيفال أو جرانيت أو سيراميك علشان يتعمل معاكي بسهولة. هنبتدي ان احنا نحط كده كبشة واحدة بس، ونبتدي ان احنا نفرده زي ما انت شايفة كده. هاتي برضو هنحط حبة البركة من فوق كده، ونحط حبة سمسم وحبة زعتر برضو. كل الحاجات دي يا جماعة والأعشاب والبذور دي مفيدة جدا جدا وصحية جدا جدا. طبعا مش هنبتدي ان احنا نقلبه الا لما نحس اللي هو استوى من تحت، وكمان بيبان، يعني تحس ان الطرف بتاعه كده بدأ يفصل عن الطاسة. ما بيستغرقش يا جماعة دقيقة بنقلبه، وبرضو دقيقة على الوش التاني، وبقى بالشكل الجميل ده. شايفين؟ اهو. اظن يا جماعة اللي محتاج فعلا غذاء صحي زي ما انت شايفة كده، وجبة متكاملة. طيب، ونشيله. كل مرة بنعمل ايه؟ بندهن الطاسة زيت، ولازم نقلب الخليط كل مرة، لازم نقلب الخليط. تعالوا نعمل واحدة تانية علشان حبايبي. وفي ناس كتير بقوا يعملوا يقولوا ده مش نافع، اهو يا جماعة بعمله قدامكم اهو. وفي ناس جربته والحمد لله قعدوا يدعوا لي ويقولوا لي فعلا احنا خسينا عليه، واحنا ظبطنا السكر عليه. يعني بقدر الامكان طبعا طلعيه حطيه في طبق وغطيه بفوطة. تمام. اهو، لا فيه دهون ولا فيه زيوت. احنا يا دوب بنمسح الطاسة كده بحاجات بسيطة جدا. زي ما انت شايفة ما شاء الله، كمية بروتين عالية بكليات، وفي ألياف مشبع جدا جدا جدا. اللي عاوز يخس، اللي عاوز غذاء صحي مش ضروري انه يخس يا جماعة اعملوه. تقدري تحطي اي بذور زي ما قلتلك. وبفكرك اهو، انا بصي بعمل معاكم كذا واحدة اهو. زي ما انتوا شايفين كل مرة نمسح الطاسة بزيت خفيف في المنديل، يعني مش هقولك بتغرقي زيت، بصي الطاسة ما فيهاش. ولازم نقلب الخليط، وابتدي لو حابة اي بذور انت حباها حطيها، بس قبل ما الرغيف يستوي معاكي، قبل ما تقلبيه الناحية التانية اهو. تمام كده بكوباية فاصوليا بيضة. وقولوا لي الوصفات دي بتعجبكم نكتر منها ولا ايه؟ كملوا لي برضو، اكتبوا لي في التعليقات. ولو عجبك الفيديو حاولي ان انت تعملي مشاركة علشان ناس كتير تستفاد بالوصفة، وفي ناس كتير قوي محتاجة الخبز ده ارجوكم. فاعملي مشاركة كده واعملي لايك علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد.
طبعا انا شغاله اهو بعمل الارغفه بتاعتنا زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. بصي ولا بيلزق ولا اي حاجه، بس زي ما قلت لك حاولي اللي انت ما تقلبيش الا لما يستوي. انا هنا خلاص خلصت اخر رغيف حتى كبير شويه. ما تحطيش ولا تقلبيه ولا تيجي جنبيه الا لما تلاقيه استوى من تحت وبدأ يطلع لوحده كده. ابتدي قلبيه بقى بسبتيوله كده او اي حاجه تكون رقيقه جدا. يعني ما تجيبيش معلقه والكلام من ده، حاجه تكون رقيقه، سبتيولا او سباتولا زي ما بتقولوا انتوا. اهو بصوا ما شاء الله الخبز بتاعنا بقى جاهز معانا، ولا خد وقت ولا مجهود، ويعتبر اقتصادي طبعا لان وجبه متكامله زي ما قلنا، بيعوضك عن البروتين وكالسيوم وكل حاجه. تعالوا كده بص نشوفوا مع بعض. بصوا ما شاء الله، شايفين الكميه قد ايه؟ تحفه بجد. عملنا قبل كده خبز العدس، وادي اهو الفاصوليا البيضة وجبنة قريش، يعني بجد حاجة تحفة. تقدري تستخدميه بديل اي خبز، يعني تقدري تعملي فيه اي سندوتشات انت حباها، لانشون بقى، جبنة رومي، جبنة بيضة، خيار. بجد يعني بصي تعاملي معاه زيه زي اي خبز، والله مشبع جدا يا جماعة. عاوزة اقولك انا لما باكل سندوتش واحد بحس ان بيقفل معايا اليوم كله، لانه ما شاء الله الياف وبروتين وكل حاجة. يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك، اعملي مشاركة. انا بتعب علشان اعمل لكم اي حاجة تناسبكم وتكونوا انتوا محتاجينها. اقول لكم ايه؟ اسيبكم في رعاية الله، وانتظروني في فيديو جديد. شايفين الجمال؟ قبل ما نقول السلام عليكم بصوا يتاكل حاف. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اوعى تنسوا اللايك. باي باي.